طبعا اخذوا السيارة هسه راح هذه وحدة من السيارات الشركة. لما يصير دامج بسيارتك او يصير عندك حالوب هيل، فلازم وين تروح شركة تأمين تعطي البلاغات، وبعدين تروح تاخذ موعد على مود يخصصون شركة او محل يعطيك التكاليف. خلينا نروح بجولتنا اليوم ونشوف ايش راح يصير ويانا من خلال تقدير التكاليف للهيل سيارتنا الفورد موديل 2016. خلينا نتوكل بالله ونروح احنا وياكم ونشوف الجولة ايش راح يصير بيها خلال هذا اليوم. طبعا مسألة تقييم تكاليف التصليح او تكلفة التصليح بالنسبة للسيارة مهم جدا لصاحب السيارة، وبنفس الوقت مهم هماتين لشركة الانشورنس. ليش؟ على اساسها اذا كانت القيمة بالنسبة لشركة الانشورنس اذا كانت القيمة اكثر من نص سعر السيارة راح يسحبون السيارة ويعطوك قيمتها الكلية، واذا كان سعر اقل راح كصاحب السيارة يعرف ايش قد التكاليف، وهو لو ياخذها يصلحها بنفس المكان اللي فحص بيها او يسووا له قيمة التكاليف، او هو يروح يصلح بالمكان الثاني اللي هو يختاره. طبعا اليوم جايبين سيارتنا للهيل وراح يصلحوها، فراح نشوف ايش راح يسوون، شنو الشغلات اللي راح يسووها بالهيل اثناء وجودنا هذا اليوم. طبعا اخذوا السيارة هسه راح يفوتون هنا، هذه مكانهم، راح هسه يعينون الشغلات الخاصة بهذه أجهزة الهيل، وهذه السيارات اللي موجود عليها هيل. طبعا راح يحددون شنو الشغلات اللي بيها هيل، وهاي السيارات الباقية اللي هي موجودة خلال تصليح هذا البودي شوب الخاص بشركة فورد. طبعا هذا الشغل اللي يشوفوه قدامكم سيارة بها هيل. هسه راح يجي هذا هو المختص بالشغلة، راح يحدد كل النقاط اللي بيها هيل او كلها بيها حالوب. بدأ يشتغل وراح يحدد كل نقاط الهيل اللي موجودة بالسيارة. بس this damage over there بس هذا هم الدامج كله. طبعا اكو سيارات قبلنا جايه ومحددين بيها الهيل، فيشوفون ايش قد راح تكون القيمه التقديريه الخاصه بالسياره على مود حتى شنو، حتى يحسبون حسابات انه اذا كان الرقم بالنسبه للتكلفه يعني اكثر من نص قيمه السياره ايش قد سعرها، فالشركه تقول لك انا ما صلحها اسحبها وابيعها بالاوكشن. فالموضوع يعني يبقى ويا الاستيميت اللي هو او التكليف اللي راح يكون خلال تواجد السياره بداخل المكان. هاي هسه هواي سيارات مسوي لها هيل وعايفيها، اكو منهن يعني شوفوا هذه هنا هواي سيارات، هذه اماتين محددين شغلات اللي موجوده بيها، هاي الشغلات اللي، وهذا المكان اللي هم يشتغلون به. Yeah, really. What happened here? Yeah, this is the damage over this side. What happened? Some guys coming to reverse take it.
Is it here for this or for the hail? For hail and this. Both. Yeah, it's both. Yeah, because I have clean for For both. yeah both. مثل ما تشوفون هذا شغلهم، وهذا احنا اليوم راح نشوف ايش قد راح يكلفنا هذا الشيء، او ايش قد حتى كل الشغلات اللي موجوده هذه هنا. طبعا بعد موعد تقريبا اكثر من 15 او 16 يوم احنا جينا لهذا المكان على مود حتى يسوون لنا احصائيه او ايش قد راح تكلف السياره بالنسبه لتصليحها الهيل وهذه الشفطه اللي صايره بالباب. يعني تشوفوا دا يشتغل هسه هو على مود يحدد كل الاضرار وكل المكانات اللي بيها صار دامج، وبعدين راح يقعدون يحسبون ايش قد راح تكلف هذه الشغله. خلينا احنا وياه ونشوف شنو اللي راح يصير ويانا. شوفوا الشغلات اللي حددها. هذه كلها صار بيها تحديد، صار بيها تعيين. طبعا اغلب شركات الانشورنس مو سهل ان يسحبون السيارة من عندك الا يشوفون القيمة الخاصة بالدامج اللي هي راح تكون، او التقدير الخاص بالخبير اللي راح يقدر ايش قد راح تكون تصليح السيارة. اغلب السيارات يصلحوها ليش؟ لان مثل ما قلت لكم القيمة او التكلفة تكون اقل، بس يبقى حسب الشركات وحسب الانشورنس مالتك او التأمين مالتك ايش قد انت مسوي قيمة الاستهلاك او الدامج اللي راح يصير بسيارتك. انت مسجلها عندهم على اساس هم يسحبون السيارة. طبعا هذا الشخص يحدد كل الاضرار وكل الخدوش وكل شيء موجود على بدء السيارة، وبعدين يجي واحد وراه راح يسوي تقديرات على اساس هذا التحديد. This is a roof, yeah. Thank you so much. هسه هو حدد وهاي كل شيء سواه، والبنيد طبعا بس اشر عليه يتبدل. هذه واحدة من السيارات الشركات الانشورنس اللي يعني دائما يسوي مطالبات بالدامج. طبعا هذا الشخص الثاني اللي هو يقوم بحساب الكلفة او التقدير للدامج اللي عينه او حدده الشخص الاول. من خلال هذا الشخص راح يكمل كل تقريره ويقعد يحسب القطع الغيار اللي راح يجيبها وكل ما موجود من اضرار بالسيارة ويصورها ويدز على ايميلي تقديرات والصور، وبنفس الوقت يدزها لشركة الانشورنس على مود هماتين تشوف التقدير وتدز الاوراق للجهة الرسمية اللي راح تقوم بدفع الرسوم بالنسبة لشركة التأمين. وهذا الشخص كمل كل شيء ودزلنا المعلومات والتقرير على الايميل مالتنا، وصار هسه انه ننتظر المرحلة الثانية اللي بعدها انه
تستلم شركة الانشورنس كل شيء من خلال هذا الشخص، وبعدين تدز لنا ايميل شنو اللي راح يصير بعد هذا الشيء. المرحلة الثالثة هسه شركة الانشورنس بعد ما تستلم المطالبة او تستلم تقديرات راح تقرر على اساسه انه شنو اللي راح يصير بعد هذه المرحلة. هسه احنا جينا نغسل السيارة وننظفها وننتظر على الايميل يدزونا او يتصلون بينا من خلال. فالموضوع يعني كملناه. احنا جبنا هسه السيارة على مود ننظف الصبغ مالتها او اللي سووها مال الهيل، وراح نغسلها مرة ثانية. نظفناها طبعا بعد ما كمل كل شيء دزونا الاوراق على الايميل، دزونا التقديرات، دزونا الصور اللي دزوها، بنفس الوقت دزوها شركة الانشورنس الخاصة اللي ستيت فارم احنا اللي عليها. هسه احنا كملنا نظفنا السيارة، راح نغسلها ونرجع وننتظر انه يأكدون شركة الانشورنس على التكاليف اللي حسبوها، وراح يخيرونا لو نصلح عند نفس المكان اللي احنا سوينا به تقدير للتكاليف يعني للدامج، او مثلا احنا راح نكون نصلح معرفة حسب ما احنا نعرفه. هذا موضوع خاص بعدين بعد ما تحصل من شركة الانشورنس الموافقة انه الموضوع خلاص صار يعني نهائي. فالموضوع انت مخير، يا اما تصلح يا اما والمرحلة اللي بعد هذه هي انت تبقى تقرر، يا اما تصلح بنفس الشركة او انت تختار مكان تصلح به، او تاخذ التقديرات وتبيع سيارتك، او يعني او هي الشركة تاخذ السيارة وتبيعها بالاوكشن. هذه الامور كلها متعلقة بيك وشركة الانشورنس. وهاي ثاني مرة نغسلها السيارة على مود حتى تروح كل الشغلات اللي كان مأشر بيها صاحب التقديرات. وصلنا وياكم لنهاية جولتنا اليوم. ان شاء الله عجبتكم الجولة، وكتبوا لنا بتعليقاتكم اذا كان اي واحد يحب يعرف بعض المعلومات او يسأل على اي شيء يخص الانشورنس والتصليح، فاحنا حاضرين. في امان الله. شكرا لوجودكم ويانا بالجولة. اقول لكم لايك سبسكرايب، لا تبخلون علينا بهذا الشيء. في امان الله واشوفكم بخير وسلامة ان شاء الله.